السر في الوصفة ديال اليوم هو الشرمولة. وجدت معكم واحد لالاتي شرمولة، واحد مولاتي شرمولة غتحلفوا عليها. شي حاجه من داك الشي الرفيع اللي غتخلي الفول غادي يطلع لواحد النيفو واحد اخر في المذاق. ما غاديش نشكر عليكم بزاف وغندوزو مباشره للوصفه. اهم حاجه هنايا هي الكميه ديال الفول اللي خدمت بها، 2 كيلو ديال الفول. ويا ريت تاخذوه طري، كتحيدوا ليه داك الضفر الفوقاني، انا ما كنحيدش ديك لابارتي الكحله، غير هي كنفلحو من الجهه اللورانيه، يعني ماشي من الجهه ديال الضفر الكحل، من الجهه الاخرى. بهذه الطريقه هذه كيتشرب لينا ديك العطيريه وديك الشريميله كامله، ولو اننا كنسلقوه ما كنطيبوهش فيها من الاول. شوفوا كي دايره. اهم حاجه في هذه الوصفه هذه هي داكشي اللي كتشوفوا فيه قدامكم. اغلبيه اللي كيطيبوا الفول كيديروا فيه جوج الاغلاط، اما كيطيبوه كحل اما كيديروه مزيت. دائما عصره ديال الربع حامضه ضروريه، وكتسلقوه في الماء بالملحه. العصره اللي غادي ديروا ديال الحامض غادي دير فرق كبير في اللون، غتخليه يحتفظ بداك اليخضر اللي فيه. المهم في السليق غتخليه حتى كيولي فحال هكا كيتجالب، وكتسدوا عليه وما تبقاو تحلوا تتشموا الريحه ديالو طاب. حتى هذه كتعاون بانه ما كيتوكسيداش ليكم. هنا غنحتاج 5 دروس ديال الثومه، غنحتاج هكا دي رونديل ديال الحامض على قبل التزيين، وغنحتاج الربع حامضه مصيره. ودوك الطريفات ديال الثوم ولا الدروس ديال الثوم ضروري طحنوهم، ماشي غير تقطعوهم في هذه الوصفه. هنا غادي نخدموا بالمزيودات ديال الحار، وهنا نص معلقه ديال كونسونطري الطوماط ضروريه في هذه الوصفه، معلقه ديال سكينجبير، معلقه عامره ديال التحميره ضروري. وهذه من الوصفات القليله اللي غتلقاوني انا كنخلط فيها الخرقوم مع التحميره. ضروري الخرقوم في هذه الوصفه. غادي ندير معلقه كبيره ديال القزبر ومعلقه كبيره ديال المعدنوس. في هذا الفول مشرمل غتخلطوا الربيع بالانواع ديالو بجوج. ودابا غادي نكملوا الشريميله ديالنا. غنزيدوا عليها هنايا ديك الثومه اللي قلت لكم ضروري انها تكون مطحونه، ما تخليوهاش مقطعه صافي. حامض مصير، ربع حامضه تكون مقطعه حتى طريفات صغار. كنزيدوا عليهم كاس ديال الماء وكنخلطوا المسائل. من بعد ما كتشموا الريحه ديال داك الفول كتصفيه وتخليوه فيه واحد شويه من الماء ديالو. هنا ردوا البال مزيان في هذه المرحله. انا من النوع اللي كيطيب بالزيت بزاف، ولكن بالنسبه للفول هنا عندي 2 كيلو ديال الفول، غادي ندير فيها تقريبا نص كاس ديال الزيت ولا قل كاع. غادي نقلي دوك الفليفلات ديالي لاني غادي ما ندير لا بزار. البزار ممنوع في هذه الوصفه، لان ديك الكحوله ديالو كتزيد تخسر كلشي. كنقلي الفلفله كنحيدها، كنزل ديك الشريميله اللي نسيت ما قلت لكمش خلطوها بالماء يكون سخون باش ما يبداش داك الزيت يطير عليكم. صافي كتحركوا ديك الشريميله مزيان، والهدف اننا ما نحرقوش العطريه، خاصها ضروري طيب وباش تشحر لينا ديك التويمه وتعطي داك المذاق الواعر ديالها وديك الريحه والنسمه الخطيره. غير تبان لكم بحال هكا صافي حبسوا عليها من العافيه، نقصوها ديجا، وزيدوا واحد المعلقه ديال العسل اللي انا خدمنا بكونسونطري الطوماط. وحتى لهذا النيفو هذا عاد غنزيد خير الله ديال الكمون، وننزل مباشره بداك الفول ديالي ونخلط مزيان. داك الماء اللي خلينا ديالو شويه ديال السليق كيعطينا فين يقدر يتشحر مع ديك العطيريه بلا ما تحرق، وكيجي معسل حرفيا، واحد المذاق فيه. بالنسبه للقوام ديالو الاخر نتوما اللي كتحكموا فيه. هنا كنزيد واحد شويه ديال الحامض، دوك لي رونديل ديالو، وكنزينوا بديك الفلفله اللي او ميم طون تقدروا تاكلوه بها. غير حاجه، انا قبل ما نحط دقت لقيت خاص شويه ديال الملحه، وزدت هذا، وزدت حتى شويه ديال الشونيه لاني ما خدمتش نهائيا بالبزار. وكيعجبني الدقيقه الاخر قبل ما نطفي عليه البوطه كنزيد عليه شويه ديال الربيع وزيت العود في الاخر.